هل الاهلي هيمشي ريبيرو؟ انا عند رايي طبعا الكلام بيقول ان مختار وزكريا ناصف وبتاع هم اللي بيتكلموا. الكابتن هو الموضوع في ايد الخطيب، في ايد الكابتن الخطيب، موضوع في ايده هو. انا الراجل ده انا اصلا مش مرتاح له ولا مرتاح يعني الهيكل بتاعه اما يجي ب 30,000 اما كان في هناك في سان داونز ولا كان فين في جنوب افريقيا ده ولا عارفين له حاجه. كان في اورلاندو بايرتس ما خدش الهوا ولا بطوله افريقيا ولا يعرف يعني ايه بطوله افريقيا ولا خد حاجه. نتائجه تعبانه الى حد ما انه يمسك النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا ب 11 مره. كان بياخد في اورلاندو بايرتس 30,000 دولار، هنا 130,000 دولار. النطه دي ليه؟ عايز افهم انا. يعني هو الوضع الطبيعي اما نجيب مدرب زي ده نجيبه عشان رخيص. يعني اما نجيب مدرب زي ده نجيبه عشان مدرب رخيص. انا في يوم من الايام كابتن سمير زاهر الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغه، هذا الرجل من اعظم من ادار الكره في مصر. كان له ما له وله عليه ما عليه، لكن كفكر وكاستيعاب وكافكار استثماريه الله يرحمك يا كابتن. لو النهارده الدوري الدرجه الثانيه المحترفين ده لو الكابتن سمير زاهر عايش اقسم بالله لكان سوقه وسوقه بارقام لا تتخيلوها. لكن ما حدش فاضي النهارده لما يبقى واحد مسؤول عن عضو في الاتحاد الافريقي، عضو في الاتحاد الدولي، رئيس اتحاد شمال افريقيا، في لجان اللي مش عارف الكوتيكيتو كوتو، في مش عارف ايه، في حاجات. عنده وقت منين ده يشوف ده؟ عنده وقت؟ عنده وقت لفين؟ عنده وقت لايه؟ اوعوا تيجوا تطنطنوا بعد كاس العالم وتقولوا احنا اللي ودينا مصر كاس العالم. مصر راحه لوحدها، مصر لوحدها كده راحه كاس العالم اقسم بالله. ده 9 فرق، ده 9 فرق رايحين كاس العالم. مصر راحه برجليها، يعني لو ما حدش سندها ولا حد وقف جنبها ولا مصر هتروح ذره كاس العالم. فكاس العالم ما عادش الوصول ليه هو هدف، لا. مصر راحه كاس العالم، راحه كاس العالم. قرعه جايبه فرقه مش عارف ايه على فرقه ايه على فرقه ايه، فرق ما حدش ما انزل الله بها من سلطان، ما حدش يعني بتكسبها بالتليفون، بتكسبها بالتليفون. احنا لما كنا لازم عشان تروح كاس العالم لازم تواجه المغرب، لازم تواجه الجزائر، لازم تواجه تونس، لازم تواجه السنغال. فرق يعني مكسره الدنيا. ولما بتروح كاس العالم بتطلع بقى الرابع، دور الثمانيه، مش عارف ايه، بيعملوا نتائج. انما النهارده الفرق اللي احنا بنلعبها رايحين كاس العالم لوحدنا، فده مش انجاز. اوعوا. وبعدين ده 3/4 الماتشات اتلعبت في عهد الاتحاد اللي قبل كده، عشان بس الاتحاد ده ما يجيش يطنطن لنا ومبارك ويعملوا الترط ويبتدوا يقطعوا السكاكين ويجيبوا الترط لا بعد اذنكم، يعني عشان احنا ما احناش اطفال، ما احناش اطفال. احنا بنفهم وبنفهم كويس قوي، وجمهور كرة القدم واعي وبيفهموا كويس قوي، والناس اللي بتفهم اكتر من الناس اللي ما بتفهمش. يعني عايزين الامور تبقى افضل، عايزين الامور تبقى احسن. الكابتن سمير زاهر نرجع له تاني، يعني في الإدارة كان حاجة مختلفة تماما تماما. راجل كان بيعرف يدير، الله يرحمك ويحسن إليك كابتن سمير، مع إني اختلفت معاه كتير. أنا اختلفت معاه كتير. أنا كنت عامل زي الابن اللي هو مش عاجبه كلام أبوه،
لكن انا حسيت بقيمته بعد ما بقاش موجود. انا بكلمكم بامانه، زي ما الابن بيحس بقيمه الاب بعد ما الاب يرحل، يجي يدور على ابوه مش لاقيه. اوف، ده وهو عايش انا عمال عنده وعمال اقول له لا وعمال اعمل وعمال اسوي. ف يعني كان راجل ومتفرغ وعارف يعمل ايه، وطبعا كان عنده شغله الخاص، ولكن ما كانش عنده 700,000 حاجه، وكان عارف ازاي يظبطها. مش ساب حد بالوكاله بيدير له الاتحاد، مش ساب حد يحط له اللجان، هو اللي بيحط الاسماء اللجان والكابتن سمير يبصم عليها بس. لا لا، لازم يبقى له دور.